هو بيحب التكييف على 22، هي بتحسسه ان احنا كده عايشين في تلاجة. هي بتحب تسهر لبعد نص الليل، هو بيحب ينام بدري عشان الشغل. هو متعود يفطر قبل ما ينزل، هي مش مقتنعة اصلا بوجبة الفطار. هو بيحب ياكل رز وملوخية ولحمة ضاني، وهي عايزة تاكل سوشي وباتون سليب السمسمهات. الاختلاف في الطباع ما بين اي اتنين ممكن جدا يكون مربك لو ما عرفناش نتعامل معاه صح. والاصل في اي علاقة بين اتنين انهم يكونوا اصلا مختلفين، والخلاف مش سببه الاختلاف ولكن سببه سوء التعامل مع هذا الاختلاف. وده بيحصل لما بيبقى الطرفين او واحد فيهم بيخش العلاقة بعقلية انه سنجل ولسه لوحده، وياخد الموضوع حتى عند كده. كل شخص داخل في علاقة محتاج يبقى عارف انه من النهاردة بقى في طرف تاني داخل في المعادلة. كلمة راحتي هتتبدل بكلمة راحتنا، كلمة انا هتتبدل بكلمة احنا. محتاجين نفتح قلبنا للاختلاف ده ونستغله بدل ما نهاجمه. ممكن جدا نستغل الفرصة ونتعلم من بعض حاجات جديدة او نجرب حاجات جديدة. مش شرط اللي